السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أم العيال وجايبة لكم حكاية من اللي بتحصل بجد، لا خيال ولا تأليف. حكاية ناس عاديين زيي وزيك، بس اللي حصل لهم كان أغرب من الخيال. يلا بينا نبدأ حكايتنا. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش سموا الله وصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. في قرية صغيرة من قرى محافظة الدقهلية عايشة بسمة مع أهلها. بسمة كانت بنت هادية مؤدبة بتحب تساعد الكل، ودايما وشها مبتسم. الناس في الشارع كانوا بيقولوا يا بخت اللي هياخدها، ده اللي هياخد بسمة ربنا هيكرمه بيها. بسمة خلصت دراستها وقعدت في البيت تساعد والدتها في شغل البيت. كانت مستنية نصيبها زيها زي أي بنت في سنها. وكان في شاب ساكن في الشارع اللي جنبهم اسمه كريم. شاب محترم ومتربي واللي يعرفه يحبه، شغال في شركة خاصة. وكان دايما يقول أنا مش عايز أتجوز وخلاص، أنا عايز بنت تحس بيا وتكون شريكة حياتي بجد. كريم كان شايف بسمة كل يوم وهي رايحة تجيب طلبات لأهلها، وكان بيلاحظ طيبتها وأدبها. وفي يوم قرر ياخد الخطوة وراح لأبوه وأمه وقال لهم أنا عايزة أتجوز، وفي بنت شايفها مناسبة ليا ومرتاح ليها جدا، ايه رأيكم؟ قالوا له يا حبيبي ده يوم الهنا ويوم المنى. راحوا يتقدموا رسمي فعلا لأهل بسمة، وأهل بسمة كانت ناس على قد حالهم. وافقوا بالعريس وحددوا ميعاد كتب الكتاب، وكان ميعاد كتب الكتاب يوم الخميس في أول الصيف، وكان متفق إن الفرح يكون بعدها بيومين. طبعا الزغاريت ملت البيت والفرحة، والناس بقت تيجي وتهني، والفرحة عليت لأن الفرحة بجد حلوة. بسمة بتجهز فستانها الأبيض، وكريم بيخلص شغله علشان ياخد أجازة. وأمه كانت كل شوية تقول يا رب بس أفرح بيه قبل ما أموت، أنا استنيت اليوم ده كتير. يوم كتب الكتاب، كريم لبس بدلة سودا أنيقة وكان باين عليه الفرحة، بس في نفس الوقت كان هادي بطريقة غريبة، بيحضن كل واحد ويبص ليه نظرة طويلة. واحد من صحابه قال له مالك يا كريم، مش باين عليك إنك مبسوط ليه؟ ضحك وقال له أنا مبسوط بس قلبي وجعني قوي من الفرحة. دخلوا القاعة وكتبوا الكتاب وسط الأهل والمعازيم، والكل كان بيضحك ويتصور معاهم ومبسوط. بس أمه كانت قاعدة وبتعيط. الناس افتكروا إن دموعها دموع فرح، بس الحقيقة كانت دموع من قلب حاسس إن في حاجة هتحصل. هي مش عارفة ايه اللي حاسة ايه اللي هيحصل، هي حاسة بحاجة مخوفاها، ودايما ودموعها نازلة غصبا عنها، ومش عارفة ايه اللي هيتم ولا ايه اللي هيحصل، رغم انها فرحانة لابنها. بس في حاجة غالبة على الأم، كلنا عارفين طبعا إحساس الأم. بعد ما خلصوا كتب الكتاب راح كريم مع والدته البيت وقال لها كنت حاسس النهاردة انك هتكوني اسعد واحدة، بس مش عارف ليه قلبي وجعني شوية. قالت له يمكن من التوتر يا حبيبي، قوم غير هدومك وارتاح. دخل اوضته وغير هدومه وقعد على السرير، وبعدين نادى على مامته ماما. قالت له نعم يا حبيبي. قال لها انا فرحان قوي، فرحان ان انا خطبت بسمة وكتبت كتابها وبقت مراتي. بسمة انسانة كويسة وطيبة. قالت له يا حبيبي انا عارفة. قال لها بس انا تعبان شويه، بس مش عارف ليه. ماما هو انا شفتك النهارده وانت بتعيطي، كنت بتعيطي ليه؟ انت بتعيطي من الفرحه؟ كانت دي احلى لحظه في حياتك؟ قالت له اه يا حبيبي والله كانت احلى لحظه في حياتي، كنت فرحانه وبعيط من الفرحه، بس هي قلبها خايف مش عايزه تقوله، خصوصا ان هو بيقول لها انا تعبان. وقبل ما تكمل الكلمه سكت كريم. اتخضت امه قوي ولقيته مغمض عينه ووشه هادي بشكل غريب. قربت منه وندهت عليه كريم كريم كريم. بدأ صوتها يعلى يا كريم كريم. بدأ صوتها يعلى ومفيش رد منه. صرخت بأعلى صوتها والبيت كله اتقلب. نقلوه بسرعة للمستشفى، بس الدكتور قال الكلمة اللي وقفت قلب الكل: البقاء لله، ابنكم مات. الصدمة كانت كبيرة، بس ما مصدقتش. فضلت تقول مش ممكن، ده كان لسه بيضحك معايا، ده وعدني نفرح بعد بكرة، ده وعدني نفرح بعد بكرة. فرحنا بعد بكرة. الأم وقعت من طولها والأب قاعد يقول كان حاسس ابني كان حاسس، ابني كان حاسس، كان بيوعدني من غير ما نعرف. ياه، اللحظة دي لحظة قاسية قوي قوي، لحظة يعني سبحان الله.
ابنه كان بيوعدنا من غير ما نعرف، ابني كان بيودعنا من غير ما نعرف، وكان دايما يوعدنا بحاجات. ياه، كان هو حاسس وقلبه حاسس. كان بيودعنا يا ناس، وقعد بقى يكرر الكلمة ان ابنه كان بيودعه، وصحبه كان بيقول ان هو طبعا افتكر اللي قاله له في الفرح، ان هو بيقول له انا قلبي وجعني. كل ده كل الناس افتكرته، وكمان امه. وفي العزا الدنيا كلها جت، الناس المحترمة بيجي لها الدنيا بيجي لها الناس كلها من كل حتة يا جماعة. ولما يكون شاب، يعني عريس، ناس ما تعرفوش حتى جت كلهم جم يقولوا كريم. كريم كان طيب وعمره ما أذى حد، ربنا اختاره في أجمل أيامه. بسمة دخلت في حالة حزن كبيرة، بس بعد كل يوم حلمت بيه. يعني قعدت كام يوم وحلمت بيه. شافته جاي يضحك ووشه منور لابس أبيض، وقال لها أنا بخير، أنا بخير يا بسمة، وربنا اداني اللي كنت بتمناه، ما تزعليش وادعيلي. من وقتها بسمة بطلتش تروح تزور قبره، كل جمعة تروح وتقرا ليه الفاتحة. تعال. خلينا نقرا له الفاتحة يا جماعة، وتحكي ليه عن يومها رغم انه مشي، لكن فضل ساكن جوه قلبها، وحبها ليه ما ماتش. ودي كانت نهاية قصتنا النهاردة. دي كانت نهاية حكايتنا، حكاية وجعت قلوبنا، بس فكرتنا فكرتنا بحاجات كتير، ان العمر مش بإيدينا، وان اللي بنحبه ممكن يروح في لحظة، بس الحب الحقيقي عمره ما بيموت. ادعوا الكريم بالرحمة، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من حكايات أم العيال. أشوفكم في حكاية جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. عالية.